اغلب الناس وهي مسافره بتركز على سعر التذكره بس، اللي هم ما يعرفوهوش ان اللي بيغلي الرحله فعلا هو مصاريف التحويل وفرق العمله وكمان حدود الصرف الدوليه. نفس الرحله نفس الفندق، ناس بتدفع اكتر وناس بتدفع اقل. الفرق هنا مش في المكان، الفرق في طريقه الدفع وطريقه الحجز. خليني اشرح لك مميزات كارت سي اي بي اكسبلور ببساطه ومن غير تعقيد. اول حاجه، الكارت بيدخلك على اكسكلوسيف بلاتفورم تقدر تحجز من خلالها على اكتر من 600 شركه طيران و200 ألف فندق على مستوى العالم. من على هي البلاتفورم تقدر تحجز بالنقط أو تحجز جزء نقط وجزء بالكارت، وكل الترانزاكشنز بتاعتك هيتعمل لها سيتلمنت أو تسوية بالجنيه المصري من غير انترناشونال ليميتس ولا مصاريف تحويل ولا حتى مارك اب فيز. ده غير ان هو هيديك شنطتين زيادة مع السفر على أكتر من 27 شركة طيران. وأول بقى ما تفعل الكارت وتستخدمه هيجي لك 700 ألف ويلكم بوينت تقدر تستبدلهم بما قيمته تقريبا 3500 جنيه. ولو مصروفاتك السنوية كتير زي كده وعدت المليون ونص، هيجي لك رحلة طيران مجانا بقيمة 30 ألف جنيه. الحلو في الموضوع ان هو بيديني 8 نقط على كل جنيه بصرفه في سفر أو صرف دولي، وهيديني 4 نقط على كل جنيه بصرفه في الصرف المحلي. وكل المعاملات بالعملة الأجنبية كده كده نقطها بتتضاعف. في المطار بقى معاك 20 زيارة مجانية ليك انت وضيف معاك في اكتر من 1200 لاونج على مستوى العالم، وعندك توصيلتين للمطار باستخدام كريم او لندن كاب، ومرتين فاست تراك عشان تعدي الاجراءات في المطار بسرعه وما تتعطلش. ولو معاك كارت مايلز افري وير هيتم استبداله اوتوماتيك. البلاتينم هيبقى اكسبلور وورلد زي اللي معايا، والتيتانيوم هيبقى اكسبلور بلاتينم. اول سنه مفيش اي رسوم وهتاخد اعفاء كامل منها، وبعد كده الرسوم هي مش هتتغير، وكل الفيتشرز بتاعها ومزايا ايجيبت اير مكمله معاك لحد يوم 31 ديسمبر 2025. والمايلج اللي كان موجود معاك على ايجيبت اير هيفضل زي ما هو ومش هيضيع عليك. الخلاصه ان انا بعتبر كارت سي اي بي اكسبلور ده مش كارت سفر، ده طريقه اذكى انك تسافر وتعيش الرحله مش تحسبها وبس كده.